أنا سبق وجاوبتك عن هذا السؤال بالهلا، كل حروبنا معهم هن اللي ساووها. بس لسه ما فهمت علي، السؤال المهم هو أنت طرف بهي الحرب ولا مانك طرف؟ طبعا طرف. بس للأسف الشيء المحزن إنك الطرف الضعيف، بتقلي ليش؟ بقول لك فتش عن التعليم. وليش ما فتش عن كل شيء؟ عن الإعلام، عن الثقافة، عن الإدارة، القضاء، عندك لآخر القائمة. فتش وين ما بدك وعلى شو ما بدك، بس التعليم أولاً وبدون نقاش. من دون نقاش؟ اسكت يعني؟ لا عفواً ما قصدت. أهلا وسهلا يا جماعة. أهلاً فيكي. تسلم ايديكي. تسلم وشكراً جزيلاً. تفضل حبيبي. هلا أنا ليش عم أقول التعليم؟ برأيك الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة من وين بلشت؟ من الجنرالات؟ من السياسيين؟ أبداً. الحرب الباردة بلشت من الجامعات. مين بخرج علماء أكثر بالكم وأفضل بالنوع؟ هذا هو كان جوهر السباق، والباقي كله تفاصيل. والدليل على صحة هالشيء إنه لما قدروا السوفييت يبعثوا جاجارين للفضاء الخارجي، أول شغلة عملوها الأمريكان أعادوا كل وجهة نظرهم بمناهجهم التعليمية. والله فرض إنه هذا الشيء كله اللي عم تقوله صحيح. أنت يعني لوين بدك توصل؟ إنه العلم هو أساس التقدم والحضارة بكل مكان؟ أنا مالي مختلف معك بهذا الشيء. إذا مانك مختلف معي، ليش بدك تترك مسافة أمان بينك وبين أهم وسيلة علمية بالزمن الراهن؟ ألا وهي الكمبيوتر. تذكر اني مره قلت لك اني ما بحب استخدمه. على كل اذا الجهل عشش بمؤسستك التعليميه، ما بيعود مهم تكتب بالقلم ولا على الكمبيوتر ولا حتى بالريشه. وغير هيك ما بيعود مهم انك تكتب من اصله، لانك ساعتها ما بتكون الطرف الضعيف بالمعادله بس، لا بتكون خارج المعادله تماما. وكتبت ولا ما كتبت امرك ما مهم، وبالتالي بتقدر تلغي الكمبيوتر من حياتك نهائيا. بس انا ما عم طالب بالغاء الكمبيوتر من حياتنا نهائيا مثل ما عم تحكي. أنا كل اللي عم أقوله إنه أنا ما بحب استخدمه. يمكن لأنه ما بيحس. هو بيفهم إنه 1 زائد 1 يساوي 2، وأنا بفهم إنه 1 زائد 1 ممكن يساوي 2 أو 3 أو 4 أو حتى أي رقم. رومانسية يعني. سميها شو ما بدك. بس هذا مو زمن الرومانسية، عبد الحليم مات من زمان. ما هو شيء مؤسف إنه ما يكون بحياتنا أشخاص مثل عبد الحليم حافظ وفيروز وأم كلثوم. لا أنا وياك ما خرج نتفق بنوب. كمان شيء مؤسف. يا أخي أنت ليش عم تعقدها؟ هذا اللي عم نشوفه كل يوم قدامنا على الشاشة، شو اسمه؟ حرب، عدوان على غزة. لك بعرف حرب، بعرف عدوان، بس شو؟ صراع بين الحق والباطل. مزبوط، حرب، عدوان، همجية، صراع، بغض النظر بين الحق والباطل، بين الباطل والباطل، بين الحق والحق. عفواً. اتركني من حكاية التاريخ والجغرافيا والحق والباطل، وخلينا بالصورة اللي عم نشوفها أنا وياك هلا بهي اللحظة على الشاشة. حرب مزبوط، ولكن بنفس الوقت هي كمبيوتر، أرقام، أزرار، أقمار صناعية، موجات، ترددات، طيارات بدون طيارين. يعني هذا زمن الكمبيوتر بجدارة. ما بعرف ليش أنت عم تفوت الأمور ببعضها. على كل حال، ومشان ما تفهمني غلط ومشان نقفل هالسيرة، أنا مالي ضد الكمبيوتر. أنا ضد شغلة واحدة بس، إنك تلغي إنسانيتي. أما هذا الشيء اللي عم نشوفه على الشاشات فهذا ما له حرب ولا له عدوان ولا حتى صراع بين كذا وكذا. هذا جريمة، وما دام في جريمة معناتها في ضحية. وكتير مهم وبالنسبة لكل العلوم وحتى بما فيهم العلوم الكمبيوترية إنه نقدر نميز بين القاتل وبين القتيل، بين الجلاد وبين الضحية. يا جماعة والله في غيركم بالقعدة. أنا آسف هبة، آسف يا جماعة. على كل للحديث بقية. إن شاء الله يا أخي سامر، إن شاء الله.